السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده اول فيديو لدفعه 2026 ثانويه عامه. قبل ما نبدا الفيديو، في قناه تليجرام في الوصف، خشوها، هنزل عليها ملخصات وبعض النصائح ثانويه عامه وبرضه للكليات. يلا نبدا فكره الفيديو، وهي هنتكلم عن كتب ثانويه عامه. ايه افضل كتب خلتنا نجيب 96.3 في ثانويه عامه نظام جديد؟ اول ماده معانا ماده اللغه العربيه. قبل ما نبدا، اول حاجه كتاب الشرح ده لازم يكون كتاب المستر اللي انت بتاخد معاه، عشان يكون عندك ذاكره نظريه من المستر بيقوله او بيشرح منه على السبوره. هو كده كده يكون بيشرح من الكتاب بتاعه، فاي كتاب شرح هيكون كتاب المستر بتاعه. تمام. اللغه العربيه زي ما قلنا كتاب المستر مع كتاب كان والابداع. في كتب تانية، انا كان معايا كتاب كان وكتاب الامتحان، ومراجعة نهائية كان معايا كتاب كان وكتاب بيان. ما كانش معايا الابداع، بس الناس كتير شكرت في كتاب الابداع. فانا هقول لك كتاب كيان وكتاب الابداع، في كتب تانية زي الامتحان وبيان وما لا نهاية يعني من الكتب. فانا اقول لك هما الكتابين دول مع كتاب المستر بتاعك، سواء شرح او حل. تاني مادة معانا وهي اللغة الإنجليزية. الشرح طبعا فيديو المستر، الشرح طبعا قصدي كتاب المستر، والحل هيكون كتاب المعاصر وكتاب العمالقة مع كتاب المستر. وفي كتب تانية كتير زي كتاب اي 1 وماي نيو فريند وسينيور كده، بس وجهة نظري هي هتبقى كتاب المعاصر وكتاب العمالقة مع كتاب المستر طبعا. المادة التالتة وهي الفيزياء. الفيزياء فيها كتب كتير، ما فيهاش كتب كتير بس احنا هنقول كتب كتير. كتاب الامتحان وكتاب نيوتن وكتاب الوسام. هنستبعد كتاب الوسام ده من وجهة نظر اللي عايز يجيبه ويحله تمام، بس انا شايف اللي هو ملوش لازمة في اول ثانوية عامة. لو انت مثلا خلصت الامتحان والنيوتن بهاته نزله بي دي اف او جيبه علشان الحرام وكده، مع كتاب المستر بتاعك سواء حل او شرح. فاحنا معانا كتاب الامتحان والنيوتن. كتاب الامتحان بيعتمد على النظام القديم اللي هو الاسئله بالارقام والقوانين تعوض والكلام من ده. اما كتاب نيوتن بيبقى اسئلته معظمها اللي هي الاسئله بتاع الامتحانات الثانويه عامه، اللي هي الاسئله تحسها مقاليه بس هي اختياري. تمام. يبقى احنا كده معانا كتاب الامتحان وكتاب نيوتن مع كتاب المستر في الفيزياء. خش على الماده الرابعه وهي ماده الكيمياء. الكيمياء فيها كتب كتير زي كتاب التفوق، الامتحان، مندليف، افوكادو، الايزو، كتاب الكيمياء ثانويه عامه، كلام من ده. انا من وجهة نظري كتاب الوافي ده تحله بعد ما تخلص الدرس، يعني خلصت الدرس قريته او ذاكرته، تحل كتاب الوافي تبدأ بيه، بعدين كتاب المستر، بعدين كتاب التفوق. ده من وجهة نظري. يعني احنا معانا كتاب التفوق وكتاب الوافي من وجهة نظري، وكتاب المستر. دي التلات كتب. لو عايز تزود هيبقى كتاب مندليف، بس لو انت بتاخد مع مستر عبد الجواد بلاش كتاب مندليف، عشان كتاب مستر عبد الجواد عبارة عن كتاب مندليف بس، او اللي هو جايب كتاب مندليف وحطه ومزود عليه. يعني لو انت بتاخد على مستر عبد الجواد بلاش تجيب كتاب مندليف، وهات كتاب رابع لو انت حابب. تمام. هنخش على المادة الأخيرة اللي هي محبوبة الجماهير، بيعشقها كل الطلاب، وهي الأحياء. الأحياء دي مادة جميلة جدا، فيها كتب كتيرة، وفي الآخر مثلا يوم ما يجي من كتاب يجي منه سؤال في امتحان الثانوية عامة، وهكذا. زي مثلا سؤال العمق، كان سؤال النفيس، كان من كتاب النفيس تقريبا اللي هو جه 2025 ده، كان كتاب النفيس. فانت عندك كتاب مثلا زي كتاب الامتحان، كتاب التميز، التفوق، المؤسس، النفيس، وهكذا من كتب كتير. فانا اقول لك كتاب المستر بتاعك شرح او كشرح او حل، مع كتاب الامتحان ده تحله بعد ما تذاكر على طول عشان تبقى اسئلته هاديه وسهله. وكتاب التميز ده اهم كتاب، كتاب التميز اهم كتاب. تمام. كتاب التميز اهم كتاب. ومن وجهة نظري الكتاب الرابع هيبقى هو كتاب التفوق. تقول لي لازم حل ده كله؟ ده لو انت تقدر حل معاك 3 او 4، يعني مينفعش اقل من كده. لو اقل من كده يبقى انت بتضحك على نفسك الصراحة. دي كده معانا علم علوم. علم الرياضة، فهو الرياضة اللي هتفرق عن علم العلوم ما عدا الأحياء، فهي الرياضة كتاب المعاصر ده كله بيحل منه، وأعتقد مفيش حد بيعمل كتاب فيها. هو كتاب المعاصر بيبقى بيغني عن كله. وفي الادبي طبعا كتاب الامتحان كله بيجيبه، معرفش في كتب تانية ولا لا، بس احنا ايه بنقولك اللي احنا عارفينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.